عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة وكالعادة في غوسيت جديدة. غوسيت اليوم غوسيت كلاسيك معروفة الناس الكل نعملوها باش نعملوا اليوم المسفوف. دونك نعرف اللي كل واحد وطريقته في المسفوف، براتيكمون الناس الكل نعملوه ساهل المسفوف، ولكن انا ما فماش واحد ذاق المسفوف عندي وما سالنيش كيفاش الغوسيت نعملها وكيفاش عملته، خاطر يجيني فريمون بنين برشا. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم ما غوسيت. دونك لي زانغريديون ساهلين نورمالمون ومعروفين وكلاسيك. دونك اول حاجه لهنا انا جبت الكسكسي، ثاني حاجه لهنا عندي التمر، الرومان توا وقته سورتو، الزبده فما شكون يعملوا بالزيت زيتون انا نعملوا بالزبده. هذا الكيس معبي 2 تيغ نتاعو ماء والان تيغ نتاعو عطرشيه، ومهم برشا 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 الكاليتي نتاع العطرشيه في الغوسيت هذه. هذا كيس نتاع عطرشيه، لهنا عندي شويه مشمشيه، شويه زبيب، شويه لوز وشويه نوازيت، وانا نعملو بالعسل ما نحبش نعملو بالسكر. دونك حطيت الماء يغلي باش نحط نفور الكسكسي، وفي وسط الماء اللي يغلي باش نحط وريقات العطرشيه هذو. دونك انا لهنا في وسط الماء اللي يغلي في وسط الكسكاس حطيت العطرشيه نتاعي، وتوا باش نحط نفور فوقها الكسكسي. لهنا الكسكسي نتاعي انا نسقيه بك الماء اللي فيه شويه العطرشيه هكاكا باش نعزز المطعم ويجيني بنين على الاخر. هذوما لي زاستوس اللي نستعملهم. دونك نحط في الماء اللي يتفور وراق العطرشيه والكسكسي لهنا قبل ما نفورو كيف كيف نحط له الماء بالعطرشيه. في ليتاب هذه بعد ما كملنا فورنا الكسكسي وهو سخون نحطو الزبده نتاعنا باش تذوبلنا مادام هو سخون. بعد الزبده باش نحط العسل. دونك انا لهنا جبت العسل نتاعي باش نحطو، انتوما حطوا العسل اللي تحبوا عليه. انا الماركه هذه ماهيش من تونس دونك خديتها، ما نعرفش كان واضحه ولا لا. دونك باش نحط هنا مش باش نحط برشا عسل، لا باش نحط جوست مغرفتين كبار ولا مغرفه ونص، خاطر ما تنساوش اللي احنا باش نحطوا فيه التمر، باش نحطوا فيه مشمش الشاي، باش نحطوا برشا حاجات. دونك هذاك الكل راهو يحلي لنا باش ما يجيش حلو برشا، وديما يقعد شوالك مهتومه. فما شكون ما يحطش زبده، فما شكون يحب يحط زيت زيتونه، انا جو بريفير با زيت زيتونه، نحسو قوي ويبدل المطعم نتاع الكسكسي المسفوف بلوتو. وفي ليتاب هذه باش نحط الرمان نتاعي على الكونتيتي هذه. انا حاب نحط رمانتين، المشمش الشايح، اللوز، الزبيب والبفريوه، وانتم حطوا اللي تحبوا. واخر حاجه التمر، وهي اكثر حاجه حطيت منها كونتيتي. وقبل ما نبدا نخلط ناخذ كويس العطرشيه نتاعي الصغير، وباش نعاود نزيد نصبو ونخلط باليدين لين يدخل كل شيء مع بعضه ويتجانس. هذا المسفوف نتاعنا ان شاء الله تجربوه وتعطيوني رايكم. انا توا مبقالي كنقولكم باي باي.